السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير كلكم. فيديو جديد بقى النهارده، بس قبل ما نبدا فيه عايزاكم تحطوا لي كده لايك حلو زيكم وتكتبوا كومنت وتقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد او من اي محافظه. بصوا يا بنات، النهارده بقى هننضف مع بعض هنا المكان ده بتاع الانتريه. كان بقالي كتير ما مسحتش وكده، فبصوا هنشقلب الدنيا خالص وهنظبطها كده وهنضف الشباك وهنعمل حاجات كتير. كنت صاحية بدري قوي. بصوا اليوم ده كنت صاحية الساعة 5 الفجر والله. فيعني ما بصحى بدري كده عايزة اقول لكم بلحق اعمل حاجات كتير جدا في الشقة. فاول حاجة كده ايه، قلت هما لسه نايمين، انا هقوم اخلص على طول اللي ورايا. قفلت عليهم الباب وخرجت بقى على بره. اول حاجة كده كانت اللعب سايبينها في الارض من بالليل، هي دي اللي بدأت بيها لمها. بحب ابدأ ان انا الم يعني اي رفايع او الحاجات اللي هي زي الكتكوت ده كده. الحاجات اللي بتضايق دي في الترويق. شلت اللعب وبعد كده رحت شادة السجادة، مرضتش بقى اكنسها ولا اي حاجة. حطيتها في سور البلكونة وبصوا مسكتها اديتها تنفيضة، يعني خليتها اديتها علقة محترمة. هنا بقى ايه، بعد ما دخلت السجادة رحت مدخلة كمان الشلت دي بتاعت الانتريه. حطيتها برضو تتشمس على الحبالة كده بتاعت البلكونة. كده الدنيا بقت فاضية قدامي وتمام. بصوا بقى، عايزة اقول لكم لقيت بلاوي، شايفين؟ كان لقيت فشار وفتافيت بقى مكان ما بياكلوا يعني حلويات او شيبسي او الحاجات دي. فروحت جايبه المقشه الناعمه الجميله دي. بصوا انا بنضف بيها يعني لو شبابيك مثلا او حاجه، حلوه جدا وبتنفع. بعد ما بخلص بشطفها طبعا من التراب، عشان ايه يعني ان انا ينفع احطها على فرش او انتريه او كده، فاهمني؟ فهي بتنضف يعني ما بيكونش فيها اي حاجه. بس حتى انتوا هنا هتلاحظوا ان انا بدأت بيها في الانتريه الاول، وبعد كده هبقى اعمل بيها الشباك، عشان بس ايه ما تفتكروش يعني ان انا جبت التراب من هنا لهنا. تمام يا بنات. خلصت بقى كنست كل الكرسيين والكنبتين دول. وبصوا عايزه اقول لكم كل ما ازق حاجه الاقي وراها لعب. اتاري هم اصلا بيلعبوا بربع اللعب وتلات ارباع اللعب بيدخلوها تحت الكنب والكراسي. فقلت لا بقى، انا لميت كتير شويه دول كمان واقعين في الارض، يعني مليانين تراب، فمش هينفع يلعبوا بيهم كده. فروحت واخداهم كده في الباسكت الصغير ده، وقلت هبقى اديهم شطفة كده في الحمام في الاخر خالص لما اخلص. شايفين؟ لعب بقى على تراب، واكياس الحلويات دي ساعات كده حاجة بتقع من ايديهم فبتدخل ايه تحت الكنبة. هنا بقى خلاص كنست وفتحت بقى الشباك، وعايزه اقول لكم الجو كان تحفه. بصوا يا بنات، التنظيف بتاع الصبح ده بجد جميل. انا كانت يعني قبل ما الظهر يجي كنت خلاص يعتبر مخلصه كل حاجه. وانا هنا زي ما قلت لكم كنت بادئه الساعه 9. بدأت بقى منين الاول؟ من ناحيه الشباك دي، فتحته كده اهو على الاخر، وهخرج الستاره بره. عايزه اقول لكم الشباك ده يعني في قدامي كده جيراننا بيربوا حمام، عندهم حمام كتير. فبصوا الحمام يعني عايش حياته هنا عندي على الشباك، مبهدل الدنيا جدا. بصوا هنا لو هتلاحظوا انا بكنس على جوه، يعني انا بنزل الحاجات دي كلها على جوه عندي. مش هعرف ان انا انزل كل ده بره، عشان اول حاجه الستاره طبعا هتتبهدل. كمان تحت البيت عندي في فرن بقى، فاهمين؟ وناس بقى بتبقى واقفه وكده، فحرام ان انا يعني اوقع عليهم الكلام ده كله. بس فقلت مش مشكله، يعني انزل هنا على جوه في الارض وهبقى اكنسها يعني كده اسهل. بس كمان اديت الشباك كده يعني كنسه كده بالفرشه المقشه الصغيره دي، جميله. بصوا انا يعني معجبه بيها جدا من كتر ما هي حلوه. يعني هدور كده وممكن اجيب واحده تاني تبقى عندي. هنا بقى شفتوا الارض كانت عامله ازاي. لميت كل الكلام ده. والميه دي هنا كنت حاطه فيها اللي هو البريكس الازرق. ريحته حلوه قوي يا بنات، بريحه الصنوبر. وكمان زودت اللي هو كلوريل ده. بيبقوا 4 كده مع بعض، بجيبهم من اي سوبر ماركت يعني. فبيبقى فيهم واحد الوان وواحد تاني للمطابخ والحمامات والكلام ده. فالاخضر اللي انا حطيت منه ده مش عارفه بريحه الليمون وايه تاني كده. فحلو يعني، قلت احط بقى يطهر المكان ده والكلور برضو بينضف الارض قوي. بصوا انا بصراحه يعني فظيعه في المنظفات. معرفش امسح كده ولا انضف الا لما ايه ابقى شامه حاجات روائح حلوه كده حواليا. بس هنا بدأت بقى اول حاجه بالناحيه اللي تحت دي،
يعني من جوه لبره. وقلت المكان اللي همسح فيه هزق بقى ايه الكراسي مكانه. هنا بقى غيرت النظام شوية، كانت الكنبة الاول تحت الشباك، فقلت ايه هغير احط الكرسيين مكانها. هنا بقى ده الجنب التاني اللي كان فيه كرسيين، انا هحط فيه الكنبة، يعني بدلت. تمام. همسح كده، وبمسح برضو اللي هي الوزرة بتاعت السيراميك دي، بيبقى عليها تراب كده. بس عايزة اقول لكم الدنيا بقت فلة. كنت نفسي امسح الجزء التاني اللي تحت ده، بس السفرة بقى بتبقى فوق السجادة فبستصعبه بصراحة. مش ببقى عارفة ان انا اعمل المكانين دول في يوم واحد. فقلت اخلي دي يوم واللي تحت دي يوم تاني. انا كده كده بعمل بالراحة، مش بدلق مية بقى وكده. فاهميني؟ بصوا هنا الكنبة بقى كنت موقفاها يعني بالطول، عشان ايه؟ يبقى قدامي المكان كده فاضي. خلصت بقى اهو، ورجعتها مكانها. وهنا كنت برضو نفضت الشيلات دي واتشمست كده، قعدت شوية حلوين لحد ما انا خلصت يعني مسح وكنس وكده. بس بص، انا مش بظبط الكنب او الكراسي قوي، يعني ايه، عشان كده كده هحركهم تاني وانا بفرش السجادة، فايه بحطهم كده اي حاجة عشوائي يعني لحد بس ما اخلص. بس هنا بقى كده رفعت الستارة وقلت ايه هكمل الحتة دي. والباب اللي قدامكم ده باب باب البلكونة. عايزه اقول لكم يا بنات، دخلت كده على جروب في الفيسبوك. فقلت ايه اكتب بوست يعني فيه. هو جروب بتاع تنظيفات وكده. تمام. فبسألهم بقى، يعني كتبت بوست ايه زي ما هم بيدخلوا يشاركوا، مثلا حد عايز يعرف بديل السجاد مثلا حلو ولا لا، اطقم حلل دي كويسه مثلا حد جربها او كده. فقلت ايه انا هدخل اسال سؤال، يا ريتني ما دخلت. بص بقى بقول لهم ايه، المفروض الشقه تتمسح قد ايه في الشتاء. عايزه اقول لكم بقى الكومنتات صدمتني والله العظيم. تريقه بقى وبصوا واستغراب، حاجات غريبه كتيره كده. واحده كانت بتقول لي ايه ده، هو احنا لما بنخلف بنمسح الشقه؟ واحده كمان برضو قالت لي هو اصلا الشقه بتتمسح في الشتاء؟ ولقيت برضو ناس يعني نضيفة قوي بقى فاهمين، اللي هو تقولك مثلا ايه بمسحها كل يوم. وفي ناس تقولك يوم ويوم. وفي بقى ايه اللي يقول لي مثلا مرة كل شهر. طب انت عايزة تمسحي ليه اصلا في الشتاء؟ فانا مش عارفة يعني هما اللي صح ولا غلط، ولا انا اللي صح ولا ايه. بس هي الشقة يعني انا حاسة ان هي بتتبهدل اكتر في الشتاء، من الهوا بقى والتراب، وان احنا بنبقى مقفلين وكده. فمش عارفة يعني والله مش عارفة. قولولي بقى انتوا بتمسحوا شقتكوا كده كل قد ايه؟ يمكن انا اللي مش عارفة ولا حاجة. بس يا بنات هنا بقى كنت خلاص خلصت. آه حطيت الشلتة دي بقى هنا مكانها، وايه يعني اخر حاجة مسحت المكان اللي في النص، اللي هو ايه مكان ما انا رايحة جاية كده ايه بدوس برجلي. هنا بقى جبت الفرش ده اللي هو بيغطي الانتريه شوية، اسمها بياضات. يعني حلوة، بتغير من شكله شوية عشان هو مش حلو خالص يعني. فقبل ما يتغير الانتريه في حاجات كتير هتتعمل قبليه. مفروض الشقة تتبيض والسقف عايز يتعمل، عشان انا في دور اخير. فالمطر كان يعني الحيطة مش بايظة قوي ووحشة، لا. المطرة كانت مبوشة السقف كده شوية، اللي هو ساعات كده الاقي جير ابيض بيقشر كده بيقع من السقف. بس فده عشان يتغير لازم كده ايه حاجات معينة. شبابيك برضو تتعمل مكان المطر ما مبوظها. والحمام اللي بيقف ده مش عارفة اعمل فيه ايه والله. بس بصوا يا بنات هنا بقى ايه، يعني انا بحاول افرشه كده بيحلي الشكل شوية. هو مش هبطان ولا اي حاجة، لا هو بس الرسومات اللي عليه دي مقشرة، فمش مخليه شكله مش حلو يعني. بصوا بقى هنا السجادة، عايزة اقول لكم اديتها تنفيضة في البلكونة. كنزي بعد ما جت بقى صحيت من النوم تقول لي هو انتي غسلتيها يا ماما؟ السجادة نتفت جدا يا بنات. كنت بنفضها بالمنفضة بتاعت زمان دي، فاكرينها؟ بس كده اخر هي حاجة هنا بقى كنت بعطر المكان، وكان بقية الشقة نظيفة. هوريكم كده اوضة الاطفال اهي، بصوا فتحيها برضو بهوي. فالحمد لله الصحيان بدري ده احسن حاجة في الدنيا.
بس يا بنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم وشجعكم. استنوني بقى الفيديوهات اللي جايه، وما تنسوش اشتراك ولايك. ويلا يا حبايب قلبي، مع الف سلامه.